بسم الله الرحمن الرحيم. علاش سورة الفاتحة تسمات بأم القرآن؟ لأن المعاني اللي جات في القرآن بالتفصيل مذكورة في الفاتحة بصفة مجملة، ولهذا إذا تبعتوا هذا الفيديو اللي فيه تفسير ديال هذه السورة غتكون عندكم نظرة شاملة عن القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ يعني كنلتجئ وكنعتصم بالله عز وجل وكنطلب منه العون باش يحفظني من الشيطان. الرجيم المعنى ديالو الملعون، المطرود، والمبعد عن رحمة الله. والاستعاذة ضرورية قبل قراءة القرآن، لأن الشيطان كيكون حريص عن صرف العبد عن هذا الكتاب العظيم وتدبر معانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. المعنى ديالها أستعين بالله متبركا بذكر اسمه سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. الحمد هو الثناء على المحمود مع المحبة والتعظيم. كنحمد الله على النعم الكثيرة التي لا تحصى، وكذلك نحمده تعالى لأنه متصف بصفات الكمال والعظمة والجلال. وأعظم نعمة هي نعمة الهداية للإيمان. قال تعالى: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الله معناه كما قال ابن عباس ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. والعبودية متعلقة بأفعال العبد، وهذه الأفعال لازم يكون فيها الذل والانكسار والإقبال على الله تعالى. رب العالمين. الرب هو المالك الخالق المدبر المحيي المميت والرزاق إلى غير ذلك من معاني ربوبيته سبحانه. إذن الربوبية متعلقة بأفعال الله تبارك وتعالى. العالمين كل ما سوى الله فهو عالم، مثل عالم الإنس، عالم الجن، وعالم الملائكة إلى آخره، فهو تعالى رب كل شيء. العالمين يعني أيضا عالم على خالقهم، فهذه المخلوقات وهذا العالم كله آية وعلامة على الرب تبارك وتعالى، لأن هذه المخلوقات لا بد لها من خالق ولا بد لها من مدبر. إذن المعنى ديال رب العالمين أن الله يربي خلقه بنعمه، فهو تعالى خالقهم ورازقهم ومالكهم وجميع المخلوقات، واحتاج له سبحانه وتعالى، وهو غني عن خلقه. وهذه كتسمى التربية العامة اللي هي لجميع الخلق. أما التربية الخاصة فهي لعباده المؤمنين، فهؤلاء الله تعالى يربيهم بالعقائد الصحيحة والعلوم النافعة والأخلاق الجميلة، وهذه هي التربية النافعة للقلوب والأرواح، واللي هي سبب السعادة في الدنيا والآخرة. الرحمن الرحيم. بعد ما ذكرت لكم التربية العامة والتربية الخاصة، الآن غنبين لكم الرحمة العامة والرحمة الخاصة. فالرحمن إشارة إلى الرحمة العامة اللي كتشمل جميع الخلق المؤمنين وغير المؤمنين. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. والرحيم بمعنى الرحمة الخاصة بالمؤمنين، التي تقتضي هذه الرحمة تقتضي العناية بهم وتوفيقهم وهدايتهم إلى الخير. وهنا لابد نوضح لابد من توضيح بخصوص الأسماء والصفات الإلهية. هذه الصورة مذكور اسم الرحيم. الرحيم هو الاسم، والصفة هي الرحمة، والأثر ديالها هي مثلا إنزال المطر رحمة للعباد. إذن لابد أن نؤمن بالاسم والصفة والأثر ديالها. مثال آخر في اسم الملك في قوله تعالى: ملك يوم الدين. فالاسم هو الملك والصفة هي الملك. أما الأثر ديال هذا الاسم فهو الأمر والنهي، لأن الله تعالى يأمر وينهى ويثيب ويعاقب، لأنه سبحانه مالك الملوك ويتصرف في ملكه كيف يشاء. يوم الدين يعني يوم الحساب، ولهذا من أسماء الله الحسنى الديان، أي المجازي والمحاسب. إذن فلا بد من الاستعداد للقائه والوقوف بين يديه سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين.
تنقولوا طريق معبد يعني طريق مذلل. هذاك الطريق اللي كيكون في البادية كيتمشوا عليه الناس حتى كيكون يعني مستوي ومذلل. والتذلل والخضوع يصبح عبادة شرعية إذا انضاف إليه التعظيم والمحبة والانقياد. يعني مثلا ملي كيحط المسلم راسو في الأرض أثناء السجود، هذا هو التذلل، وفي هذه الحالة كيكون قريب من الله عز وجل. يعني المعنى ديال إياك نعبد وإياك نستعين، المعنى ديالها نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة، نتذلل لك يا ربنا محبة وتعظيما، حيث العبادة مبنية على المحبة والتعظيم. قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فبالمحبة تكون الرغبة، هذه الرغبة كتدفعنا لفعل الأوامر طمعا في الثواب، وبالتعظيم تكون الرهبة والخوف من الله العظيم، وهذه الرهبة كتدفعنا لترك المحرمات خوفا من عقاب الله تعالى. والاستعانة هي طلب العون من الله تعالى والاعتماد عليه سبحانه في جلب المنافع ودفع المضار. اهدنا الصراط المستقيم، بمعنى كنطلبوا الهداية من الله عز وجل. والهداية نوعان: هداية البيان وهداية التوفيق. فهداية البيان هي أنك تطلب من الله عز وجل أن يرشدك إلى الحق، يعني يبين لك الطريق المستقيم. وهذه الهداية مذكورة في قوله تعالى: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهديناهم المعنى ديالها في هذه الآية يعني بينا لهم طريق الحق، لكنهم اختاروا الضلال والكفر. وهداية البيان مثبتة للرسل، أي كيقوم بها الرسل وأتباعهم على بصيرة، كما جاء في قوله تعالى مخاطبا رسوله عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني كتبين للناس طريق الحق. أما هداية التوفيق فهي خاصة بالله تعالى، والمعنى ديالها أن الله يوفق عبده للحق والثبات عليه، كما في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. المقصود من الآية أن توفيق القلوب للهداية ملك لله وحده سبحانه. فهذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم هذا دعاء المسلم يدعو لنفسه وللمسلمين أن يوفقهم الله للهدايتين: هداية التوفيق وهداية البيان. يعني اهدنا بمعنى دلنا على الصراط المستقيم يا ربنا، ووفقنا للسير عليه والاستمرار عليه إلى أن نلقاك. والصراط المستقيم هو الطريق الذي لا اعوجاج فيه، وهو دين الإسلام. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صراط الذين أنعمت عليهم، يعني لازم نتبعوا طريق المنعم عليهم، اللي هما النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من سائر المؤمنين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. واللي ذكرهم الله عز وجل في سورة النساء في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهؤلاء هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح غير المغضوب عليهم. المغضوب عليهم هم اليهود ومن سلك مسلكهم، وهم الذين عرفوا الحق وتركوه، لأن العلم بدون عمل لا ينفع، بل يكون وبالا على صاحبه. ولا الضالين، يعني ما نمشيش في طريق الضالين اللي هم النصارى ومن سار على نهجهم، وهم الذين يعبدون الله بغير علم، يعني كيعبد الله عن جهل. والخلاصة أن هذه السورة الجليلة تضمنت أهم أمور الدين، مثل الإيمان بالله، الإيمان بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله تعالى: ملك يوم الدين، ثم ذكر الصراط المستقيم الموصل إلى رضوان الله وجنته. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.